تعالوا افرجكم ليه ماتش القمه الجاي مش هيكون سهل خالص على الاهلي. الكوره اللي جه منها الجون الاول في النادي الاهلي امام حرس الحدود. تعالوا نبص كده على الجون جه ازاي. الكوره اتلعبت رمي التماس. اول ما اتلعبت في اثنين لعيبه ضغطوا على اللاعب اللي اترمت له الكوره، الاثنين دول هم ديانج وطاهر محمد طاهر. لو بصينا على توزيع اللعيبه في الملعب هنلاقي جراديشار موجود هنا قدام، حسين الشحات موجود هنا، تريزيجيه في العمق، وهنا ديانج وطاهر. الغلطان في الكوره ديت انا عارف ان كله بيرمي الغلط يا اما على محمد هاني او على مصطفى شوبير، بس يوسفنا اقول لكم ان الغلط سلسله من الاخطاء مترتبه على بعض، بدايتها او اول غلطه فيها هي لديانج. ديانج كان هو اللي المفروض يكون بيغطي المساحه الفاضيه دي، فهنلاقي ان طاهر دخل يضغط، راح ديانج داخل معاه، الكوره اتلعبت باص وباص، اتضرب الاثنين واتضربت المساحه الفاضيه دي كلها بكوره رايحه لهاني. هاني كوره سهله ما عرفش يسيطر عليها، حاول يطلعها او حاول يباصيها، اتقطعت منه. وبعدين تعالوا نبص بقى كده، ديانج متاخر، المساحه كلها اللي وراه دي ما فيهاش حد بيغطيها. مروان هنا لقى نفسه واحد وحواليه ادي 1 2 3 4 لعيبه يقدروا يستلموا الكوره مستريح، فمروان ما يعتبرش متمركز تمركز كويس او يقدر يمسك حد بعينه فيهم، لانه لو ركز مع واحد هيفتح مساحه اللعب لكل دول. تعالوا نكمل الكوره. لما نكمل الكوره كده مع بعض هنلاقي ان كمان ياسر اتضغط او عمل ضغط ورا هاني عشان يغطي هاني، فخرج من المساحه بتاعته، فمروان ابتدى يامن المساحه دي، فبقى فاضل مين؟ فبقى فاضل هنا في المساحه الفاضيه ديت عمرو مرعي اللي مش باصص للمهاجم اللي جاي من وراه واللي سابقه كده او عدى من ورا ظهره، ومصطفى العش. الاثنين غلطانين. عمرو مرعي غلطان لانه مش باصص على المهاجم اللي المفروض يكون ماسكه، ومصطفى العش اللي شايف المهاجم اللي هو محمد حمدي زكي واقف بيتفرج ومش بيكمل معاه في الكوره. هنبص كده نلاقي ان الكوره بتيجي بسهوله، وفي طبعا تاخر وغلط في الخروج من مصطفى شوبير، فالموضوع او الهدف الاولاني فيه سلسله من الاخطاء في التمركزات، واحد ورا الثاني ورا الثالث، بيغلط 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 لحد ما بيستغلها حرس الحدود ويسجل الهدف الاول. والاسوأ من كده ان حتى المساحه اللي اتفتحت اللعيبه اللي كانت متاخره ما رجعتش عشان تغطيها. دي كوره الهدف الثاني اللي جه من ضربه ركنيه لنادي حرس الحدود. تعالوا نبص كده مع بعض على كم الغلطات اللي موجوده في الكوره دي. اولا الكوره قبل ما تتنفذ بصوا على تمركز لعيبه الاهلي، هنلاقي ان كل لاعب ماسك لاعب باستثناء جراديشار، المفروض ان هو قاطع على العرضه القريبه، ومش عارف ليه مروان عطيه واقف على العرضه القريبه، مع ان المفروض ان في واحد مغطي العرضه القريبه، ومصطفى شوبير تمركزه اقرب للعرضه القريبه، فالطبيعي ان مروان لو هيغطي كان يغطي العرضه البعيده او الزاويه دي. في المقابل هنا هنلاقي ان حسين الشحات معهوش حد خالص وعمال يبص على الناحيه دي. طب هو بيبص على الناحيه دي ليه؟ بيبص على الناحيه دي لانه كان المفروض يراقب اللاعب دوت. وهنلاقي ان حسين الشحات بيتحرك اثناء لعب الكوره تحرك بطيء جدا، ومش ملتزم بانه يمسك حد، ومش باصص اصلا لاتجاه الكوره. نيجي نبص على بقى الكوره اثناء لعب الكوره والكوره طالعه في الهواء، هنلاقي ان مصطفى شوبير خد خطوه للزاويه القريبه، ففتح الزاويه البعيده الزاويه البعيده فتحها وكبرها بقت كبيره جدا وبعيده عليه، وفي نفس الوقت الخطوه اللي خدها هو طلع على انه هياخد الكوره، فلقى الكوره بعيده. هنلاقيه بيرجع تاني بعد كده، بصوا كده رجع تاني. لما جه يعيد التمركز بتاعه كان خلاص هو قريب من الزاويه الضيقه وصعب ان هو ياخد اي خطوه تغطي المساحه دي كلها. فهنا في خطا من مصطفى شوبير في التمركز على خط المرمى. كان المفروض مصطفى شوبير الحل الامثل ليه ان هو يكون في الحته دي، اللي هو يكون قاسم الجون تلت وتلتين عشان يبقى قريب من العرضه القريبه، وفي نفس الوقت لو حب يعمل محاوله او تصدي في العرضه البعيده يقدر يعمل خطوه صغيره هنا تدي له مساحه ان هو يعمل الجامب في الحته دي ويتصدى للكوره بسهوله. الكوره ما كانتش صعبه، ولكن مصطفى شوبير هو اللي صعبها على نفسه. في نهايه الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل مشاركه للفيديو، وكمان لو انت بتتفرج على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، ولو بتتفرج على التيك توك اعمل فولو.